السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة بقى جايالكوا كده بفيديو روتين مسائي. يعني هنشوف بقى هنعمل ايه. طبعا انتوا هنا شايفين ان الدنيا رايقة، كل حاجة خلصانة، الحوض الحمد لله فاضي، كل حاجة في مكانها، مفيش حاجة الحمد لله مش موجودة في مكانها. ده اليوم بتاع الكرنبيت. طبعا مش قادرة اوصف لكم البوتاجاز ده كان عامل ازاي، والرخامات دي كانت عاملة ازاي، حتى يعني كل حاجة كان عليها دهون. فانا الحمد لله خلصت، ودي المواعين اللي غسلتها على ايدي، ودي كمان الغسالة هي شغالة. فالحمد لله المطبخ رايق وزي الفل. انا بادئه بقى معاكم من المطبخ ليه؟ علشان انا عايزه الاول كده اعمل معاكم مج شاي بلبن، احاول افوق بيه عشان اقدر اخلص اللي ورايا بره. واحنا بره ما عندناش شغل كتير، يعني عندي كده الليفنج عايز يتروق، من مكان قعدتنا عندي الريسبشن كده عايزه امسح التراب، المع الترابيزات، انفض الانتريه، كده يعني حاجات بسيطه كده وسريعه، وندي كده كنسه سريعه وبسيطه ونخلص كل ده مع بعض. طبعا انتوا شايفين المنظر اللي هناك اللي بقى معكنن عليا حياتي ده. ادعوا لي كده ان شاء الله بقى اصلحه قريب. بصراحة يعني زعلانة قوي، زعلانة بجد ان هو بالمنظر ده. ادعوا كده ان انا ان شاء الله اصلحه قريب، يعني عشان بستعمله كتير قوي، اكتر من الفرن كمان اللي تحت ده، وبحبه اكتر منه بكتير يعني. فيلا بينا كده بقى نروح نعمل مج شاي بلبن مع بعض ونرجع تاني. بصوا بقى، انا بحب كده الشاي بتاعي يبقى مغلي، مش بحب احط الشاي اعمله كشري يعني وبعد كده احط عليه اللبن، لا مش بعرف اعمل كده خالص. فانا بحط الشاي والميه ويغلوا كده مع بعض، وبعد كده ابتدي بقى ايه، احط عليه اللبن. تمام. انا حطيت هنا بمقام معلقتين شاي، وهسيبهم بقى كده يغلوا مع بعض، ولما الشاي يغلي هرجع له تاني. تعالوا بقى كده نعمل في المج ده. المج ده بحبه قوي، هو مج تاني كده لونه بينك في ابيض عندي، بحبهم جدا، بحب اشرب فيهم قوي بصراحة. احط معلقة سكر. قولوا لي بقى كده، انتوا حابين نعمل مع بعض فيديوهات ايه يعني؟ قولوا لي افكار، اكتبوا لي افكار. شوفوا انتوا عايزين نعمل ايه واحنا يعني نعمله مع بعض. تمام. انا ما عنديش مشكلة اني اخد فكرة منكم وانفذها، ما عنديش مشكلة في ده خالص، طالما يعني الفكرة تمام وانا اقدر انفذها معاكم فانا تمام. فانتوا قولوا لي ايه الحاجات اللي ممكن تحبوا ان احنا نعملها مع بعض. انا يعني بدأت كده احط خطتي ان شاء الله لشهر رمضان يعني، وعايزة اعمل ايه قبل شهر رمضان، بس طبعا لسه ما نفذتش حاجة منها، احنا لسه في رجب، ف لسه في وقت طويل يعني. لو عملت من دلوقتي حاسة ان انا هبقى بدري قوي قوي يعني. فقولوا لي كده ايه الدنيا، وحابين نعمل ايه مع بعض. هنا بقى الشاي غلى، وانا بحب الشاي بلبن تقيل، يعني بحب الشاي بلبن يبقى لونه غامق شويه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كده ابتدي مع المج ده افوق كده واحس ان يلا نبتدي يومنا، او يلا نروح نعمل الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. هو ده اللي انا بفوق بيه بصراحه. انتوا عارفين ان انا لو صحيت ومثلا نسيت ودخلت مثلا على المطبخ على طول، على الاكل على طول الكلام ده، و ما شربتش شاي بلبن، انا ممكن عادي اقعد طول اليوم مصدعه زي الناس كده اللي متعوده ان هي بتشرب قهوه صبح وليل، والناس برضو اللي بتشرب شاي كتير قوي في اليوم. فبصراحه انا مج الشاي بلبن ده بالنسبه لي هو الحياه. فيلا بينا كده نروح نشوف هنعمل ايه بقى مع بعض في الليفنج والريسبشن بره. وبصوا، هو انا مبدئيا هبتدي بالليفنج معاكم، لو قدرت اني اكمل الريسبشن معاه تمام، ما قدرتش هنعمله فيديو تاني مع بعض. فيلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. على ما اظن بقى ان انتوا اول مرة هتشوفوا معايا الليفنج بالمنظر ده، يعني انا اول مرة الليفنج يوصل معايا للمنظر ده، او يعني المنظر ده انا مش بشوفه كده غير كل شتوية.
ف زي ما انتم شايفين بقى كده، يعني كل حاجة محتاجة تتروق. كوشنات مش في مكانها، بطانية متاخدة من الأوضة من جوه وطالعة برا، وكل حاجة كده عايزة ترجع مكانها. مفرش متشال، كل حاجة متشال، كل حاجة متشالة من مكانها. فيلا بينا بقى كده نبتدي نروقها ونظبطها ونرجع كل حاجة مكانها. هي مش هتاخد مننا وقت. انتوا المنظر ده طبعا ما شفتوش معايا قبل كده، مش عشان انا كنت بروق الأوضة ابدا قبل ما اشتغل معاكم، عشان عارفة ان في ناس ممكن تدخل تقولي كده. بس علشان احنا كنا في الصيف، والصيف اساسا حر، يعني ما كناش بنجيب بطاطين من جوه نقعد بيها قدام التلفزيون، وانا كانت ايدي في الاوضه دايما. فيلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل فيها ايه كده. وده الشاي بلبن بتاعي اهو، هناك اهو، هشربه وهبتدي معاكم. ويلا بينا، يلا بينا بقى كده ندخل مع بعض على الليفينج نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا، هي ما خدتش مني وقت يعني. انا ظبطتها، مسحت كل حاجة فيها، شلت زي ما انتم شايفين كده البطانية، الكوشنات هشيلها من مكانها، هنفض الليفينج. تنفيضة سريعة كده، لان احنا يعني انا كل يوم ايدي في المكان. يعني انا بكنس الشقة كل يوم، الفواصل دي بلمعها كل 3 4 ايام، فبالكتير قوي اسبوع. فانا مش سايبة الشقة كده، ولا مثلا مش بعمل فيها حاجة غير لما بصور معاكم. لا، انا اوقات كتيرة قوي بعمل حاجات بكون عايزة انجز يعني. فبقول التصوير هياخد مني وقت، لسه بقى هقعد البس واقعد اظبط كادرات وكده، فانجز انا وقت مع نفسي. وزي ما انتم شايفين بقى كده، يعني الدنيا الحمد لله عندي بتبقى رايقة. بس انا بحس ان انا لو سبتها الدنيا خلاص كده هتبوظ مني، فانا مش هبقى عارفة اعمل حاجة. لان انا من النوع اللي لو سبت الدنيا خالص وكل حاجة اتكركبت حواليا ببقى مش عارفة ابدأ منين، وببقى شايفة ان انا يعني انا هبتدي منين، انا هروح فين. بابقى مش عارفة أعمل حاجة. فبس بقى قُلت كده أعمل معاكم الliving النهارده كده. كان حالها مأساوي، وأصلًا قبل ما أقرر إن أنا أصوّر معاكم، كان في بقى على الترابيزة دي كوبايات و لِب وعصير وحاجات كده، يعني الحمد لله. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. فأول حاجة بقى شِلت معاكم كده البطانية اللي كانت على الliving، وكمان شِلت الكوشنات ونفّضت كده الliving تنفيضة بسيطة، ومسحت الترابيزة كده معاكم الأول. الفوطة دي بتبقى وشّين، هي microfiber. الوش الرصاصي ده بامسح بيه التراب، الوش اللي هو لونه موف ده بالمّع بيه. وما شاء الله الفوط دي حلوة أوي، وأنا عن نفسي باحبها جدًا في التنضيف. زي ما أنتم شايفين كده بتلمّع وبتخلّي الحاجة بتلمع حرفيًا. والمكان ده أنا دايمًا كده باحط فيه الريموتات وكده، فلمّعته برضه معاكم. وممكن وإحنا بناكل أو كده ينزل فيه يعني فتافيت من الأكل، فلمعته وظبطته. وشلت كمان الترابيزة بتاعة التلفزيون، شلت من عليها كل حاجة، ولمعت كل الديكورات اللي كانت موجودة عليها. وهبتدي برضو ان انا امسح التراب والمعها معاكم. بصوا بقى، انا حاسه ان انا يعني ايه بدأت كده احس ان انا عايزه اغير في الشقه. انا الحمد لله يعني ما زهقتش منها ولا حاجه، بس انا دايما بحس ان انا عايزه اغير، فبكون محتاجة التغيير. فبصوا كده كنت حطيت طقم الشمعدان ده كده جنب بعض. قلت اوريكم تقولولي رأيكم كده في الكومنتات، ممكن احطه كده لوحده ولا والديكورات التانية محطوطة معاه بيكون شكله احلى. يعني من باب التغيير لحد ما ان شاء الله بإذن الله ربنا يسهل كده واشتري حاجات جديدة ونعمل مع بعض كده ديكورات جديدة. فرجعت لحد كده اما تقولولي رأيكم، حسيت ان كده احلى يعني. فرجعت الديكورات مع طقم الشمعدان. وبس كده مسحت بقى الادراج ومسحت الجوانب كمان بتاعه الترابيزه. يعني انا خليت كل حته في الشقه، سوري، في الليفنج يعني كلها اتمسحت. رُحت بقى مسحت معاكم كده المروحة، إن شاء الله ناوية أجيب لها كفرات قريب. ناوية أجيب لمراوح الشقة كلها كفرات، علشان
أمسحها كده بقى واحميها من التراب لحد الصيف إن شاء الله وعلينا خير، فتبقى كل حاجة تمام كده. وكمان هامسح معاكم هنا الشاشة، وأنا الشاشة باخاف أمسحها أوي، وبابقى حرفيًا يعني إيدي خفيفة عليها جدًا، جدًا، وأنا بامسحها علشان باكون خايفة أوي إن هي لا قدر الله يعني باحس كده إن الشاشة رقيقة تحت إيديّا، فأنا بابقى خايفة. ومسحتها كمان من ورا وشِلت أي تراب كان موجود عليها، هي ما كانش عليها تراب ولا أي حاجة، لإن أنا برضه كنت ماسحاها من قريب. بس كده، ومسحت من الجنب ده، ورُحت أكمّل من الجنب التاني، شدّيت كده المروحة ومسحت التراب اللي في الجنب التاني، ودخلت بقى معاكم على اللمبادير كده نفّضت اللمبادير من فوق، وبعد كده هالمّع بقى معاكم اللمبادير كلّه من تحت. بس كده خلّصت بقى اللمبادير، هارجّع معاكم بقى الكُشَن مكانها تاني، وقولوا لي شكل الكُشَن كده أحلى والّا لمّا كنت حاطاهم جنب بعض مرصّصاهم جنب بعض كان أحلى؟ يعني أنا باحاول أغيّر كده على قد ما أقدر. برضه أقل حاجة باحس إن العين بتغيّر كده والنفسية بتتغيّر، باحب كده أغيّر على قد ما أقدر. رجعت بقى الكُشَم مكانها زي ما أنتم شايفين كده، وهادّي بقى كنسة سريعة. أنا برضه ما لمّعتش الفواصل، لإن أنا كنت لسه ملمّعاها من حوالي 3، 4 أيام، فالسيراميك عندي بيلمع وزي الفل ما فيهوش أي حاجة، فحسيت إن مش مستاهلة يعني إني ألمّعه. بس بقى وزي ما قُلت لكم كده قبل ما ابتدي معاكم ترويق في أوضة الliving، إن أنا لو قدرت إن أنا أكمّل الreception مع الliving كنت كمّلته، بس بصراحة كان الوقت بقى اتأخّر أوي وأنا كنت خلاص فصلت. قبلها كان الغدا وروّقت المطبخ وضبّطت الدنيا زي ما وريتكم كده في أول الفيديو، فكنت خلاص بقى حرفيًا كده فصلت وعايزة أرتاح، فقُلت خلاص مش مشكلة الreception بقى أعمله معاكم كده في فيديو تاني. المهم إن أنا روّقت الliving اللي إحنا دايمًا بنقعد فيها، وكده، كده الreception علشان ما حدش بيقعد فيه فهو أصلًا رايق، يعني حتى ما فيهوش كُشَن متشال من مكانه زي ما قُلت لكم كده. أنا عايزة بس ألمّع الترابيزات، أكنس الأرض، وكنس الأرض ده برضه دايمًا باعمله بس علشان تبقى إيدي فيها دايمًا. بس كده كنستها بقى معاكم، وكنت باحاول يعني أخلّص بسرعة برضه الكنس علشان الوقت كان متأخر بالليل، بس أنا قُلت بصراحة مش هانام واسيب أوضة الliving بالطريقة دي. وهنا بقى كنت خلاص خلّصتها كده ورشيت بقى الsplash اللي أنا باحبه ده معاكم. قُلت أعمل بقى session للأوضة كده من كتر ما أنا كنت فرحانة بيها وشكلها كده كان الحمد لله حلو اللهم بارك يعني. فعملت لها session صغنن كده معاكم رشيت بقى الsplash بتاعي اللي أنا باحبه. بس كده ده كان الفيديو بتاعي. يا رب فيديوهاتي تكون خفيفة على قلوبكم، مستنية أفكاركم، مستنية لو حد عنده فكرة إني أعملها في الفيديوهات، ومستنية كمان تشجيعكم. بس كده ده كان الفيديو بتاعي. يا رب يا رب يكون خفيف على قلوبكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير، وهاسيبكم مع باقي الsession بتاع الأوضة. مع ألف سلامة، باي باي.